سمعنا كلام كتير قوي يقول لك اتفرج على افلام واسمع اغاني واقرا. ماشي، بس هعمل الكلام ده ازاي اصلا؟ يا جماعه الشهاده في الانجليش ملهاش اي فايده. احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. مع انت بي 2 سبيك. فعشان كده الموضوع بقى تعالى في 4 شهور اخليك فلوينت، تعالى اسسك، تعالى اديك 18 كورس في 4 شهور. كل ده كلام عمليا بلح. عمليا بلح. عشان تحسن الانجليش بتاعك لازم اول حاجه طبعا تبتدي بالنولج، بالمعرفه. يعني تفهم اساسيات الانجليش ايه. واللي هيساعدك على ده كتير قوي انك تاخد كورس يكون فاهم النيدز بتاعتك ايه، احتياجاتك ايه، ويديها لك او يشتغل لك عليها، يشوف مشاكلك ايه ويشتغل لك عليها. زائد طبعا ممارسه مستمره. من غير ممارسه مستمره انسى قصه اللغه دي خالص. اللي يخليك تعرف كورس الانجليش هيفيدك ولا لا، لازم تكون اصلا انت عارف احتياجاتك ايه. لان للاسف معظم الناس هو عايز يتعلم لغه، والى حد كبير فاهم انه لازم يبدا بكورس ويستفيد منه ازاي والكلام ده كله، بس احنا مش عارفين احنا عايزين ايه. عايزين انجليش، عارف ان لازم امارس ولازم اخد كورس، بس انت مش عارف مستواك ايه، مش عارف نقط الضعف عندك ايه. طبعا اللي هيساعدك على ده قوي ان انت لما تيجي تاخد كورس يتعمل لك تحديد مستوى محترم، يتقال لك فيه مشاكلك ايه وهتبدا من انهي ليفل. وخلينا متفقين ان الليفلز في الانجليش يعني الى حد ما عشان يسهلها عليك بيقول لك ليفل 1 و2 و3 و4. بس انت لو رحت اي بلد بره وقلت له انا ليفل 10 في الانجليش، هيقول لك ايه ليفل 10 ده؟ يعني بتعمل فيه ايه؟ لكن مستويات الانجليش لازم تبقى عارفها من A1 ل C2. A1 A2 دي المستويات المبتدئه، B1 B2 دي المستويات المتوسطه اللي هو الانترميديت والابر انترميديت، المتوسط وفوق المتوسط. C1 Advanced المتقدم، C2 Professional وده اعلى ليفل في الانجليش. لو انت عارف الحاجات دي وعارف مشاكلك هتقدر تحدد الكورس ده هيفيدك ولا لا. ولازم الكورس بتاعك يعتمد اعتماد كلي او يعتمد بشكل كبير جدا على الممارسه، سواء جوه المحاضره بتاعت الكورس او الكلاس وفي البيت. لو مش هيشغلك في البيت يبقى هتتطور ببطء شديد جدا. امتى تبدا دي على حسب انت جاهز امتى، ويفضل يفضل ان انت تبدا اثناء مثلا دراستك. لو انت طالب في جامعه، لا ما تستناش لما تخلص جامعه عشان تبتدي تشتغل على اللغه. ليه؟ طب ما تشتغل عليها من وانت في الجامعه عشان عبال ما تخلص تكون جهزت، لان الموضوع هياخد منك وقت. فلو نفرض مثلا ان انت فاضل لك سنه في الكليه، ابدا في السنه دي اشتغل، اخر سنه ليك في الكليه اشتغل على الانجليش عشان تطلع جاهز. السؤال ده انا بتسأله كتير قوي، اللي هو لو هاخد كورس مثلا مدته قد ايه، اقعد قد ايه اشتغل على الانجليش عشان ابقى كويس. طبعا السؤال ده لو حد جه قال لك صراحة كده، لو حد جه قال لك 6 7 شهور، لا يبقى ده مش دقيق في كلامه. ليه؟ لان السؤال ده عشان اقدر اجاوبك عليه لازم اكون عارف مستواك هتبتدي منين، لازم اكون عارف الويكنسز او نقط الضعف اللي عندك اصلا في اللغة عشان اقول لك هتاخد قد ايه. لان اللي عنده مشكله في الجرامر مش زي اللي عنده مشكله في الفلوينسي، مش زي اللي عنده مشكله في الليسننج. اي نعم احنا عندنا common problems، مشاكل احنا كلنا مشتركين فيها او عارفين، او كلنا عندنا نفس المشاكل دي في اللغه، ولكن بتختلف من حد للتاني. بس اقدر اقول لك متوسط المده اللي انت محتاجها عشان توصل لمرحله كويسه في الانجليش تعرف تعبر فيها عن نفسك كويس وتفهم اللي قدامك، مش اقل من 7 ل 9 شهور. ده متوسط. يعني ايه متوسط؟ يعني هنقول ان انت مستواك مثلا مبتدئ وابتديت تشتغل على الانجليش لحد ما وصلت مثلا للبي 2 اللي هو المستوى القريب قوي للادفانس. ممكن تقعد 7 شهور 8 شهور 9 شهور متوسط، يا هيزيدوا يا هيقلوا. هيزيدوا هيقلوا على اساس ايه؟ شغلك على نفسك. كل ما هتشتغل اكتر بشكل مستمر كل ما هتتطور اسرع. لكن ان يديك ميعاد ثابت، نو. فعشان كده الموضوع بقى تعالى في 4 شهور اخليك فلوينت، تعالى اسسك، تعالى اديك 18 كورس في 4 شهور. كل ده كلام عمليا بلح. برضه بتسأل السؤال ده كتير جدا، موضوع الشهادات. يا جماعه الشهاده في الانجليش ملهاش اي فايده الا في حالات خاصه. بمعنى هات لي في مره كده رحت عملت انترفيو في اي شركه وقال لك وريني كده انت معاك انجليش، قلت له طب والنبي وريني كده معاك شهاده تثبت ان انت معاك انجليش، فتديله الشهاده فيقول لك مبروك you got the job. ده ما بيحصلش. اي مكان في الدنيا سواء local company او international company هتروح تعمل انترفيو هيقول لك introduce yourself. شهادتك في اللغه هي هنا في بقك،
بتعرف تتكلم هتقول، ما بتعرفش تتكلم مش هتقول. ان شاء الله يكون معاك 10 ورقات مش شهاده واحده. لكن في حالات خاصه زي مثلا الانجليش فور سبيسيفيك purposes، اللي هو كورسات اللغه اللي بتبقى مدمجه مع مجالات معينه متخصصه، زي مثلا for HR English for HR English for customer care English for sales English for accounting. كل ده ممكن تاخد فيه شهاده، زائد طبعا البيزنس انجلش. لكن عموما لا، ما تاخدش شهاده تقول ان انت مثلا B1 ولا B2. ليه؟ مع انت B2 speak